في أنواع من البشر ربنا بيديهم كل حاجة، لكن طمعهم وجشعهم بيخليهم يرتكبوا أبشع الجرائم، وهم اللي بيخسروا في الآخر. وده اللي هنعرفه في جريمة النهاردة. بس يا ريت يا جماعة ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، ونبدأ عشان وقت حضراتكم. القصة بدأت بأستاذ حسام. أستاذ حسام ده كان موجه في التربية والتعليم، وقضى نص عمره في دول الخليج. أستاذ حسام ده كان أرمل، وعنده منى ومعتز. منى كانت الكبيرة، كانت مدرسة ومتجوزة ومستقرة مع جوزها في الكويت. ومعتز كان فاتح شركة كمبيوتر. كان أستاذ معتز غني وميسور الحال، كانت الحياة ماشية كويس، وكان دايما بيتحايل على ابن معتز انه يتجوز ويشوف له حفيد، رغم ان معتز كان كبير وسنه معدي 30 سنة، إلا إنه ما كانش بيفكر في جواز، لأن معتز كان عايش لنفسه بس ولمزاجه الشخصي. وفي أحد الأيام جه والد معتز الأستاذ حسام تعب جدا، فأخدوا معتز وراحوا للدكتور يكشفوا. فللأسف اكتشفوا إن أستاذ حسام عنده كانسر. فحزن جدا أستاذ حسام، وعرض الدكتور عليه لو هو ميسور الحال إن ممكن يتعالج في البيت. بالفعل وافق أستاذ حسام، والدكتور بعت له ممرضة متخصصة اسمها ياسمين. ياسمين دي كانت بنت جميلة جدا ومن عيلة فقيرة وبسيطة جدا. فمعتز أول ما شافها اتبهر بيها، لدرجة إن هو ما كانش بيخرج من البيت طول ما هي موجودة مع والده في البيت. معتز كان بيحاول إنه يقرب منها ويتعرف عليها. كان نية معتز مع الممرضة ياسمين غير شريفة، كان طمعان إن هو يعمل معاها علاقة، لأن زي ما قلنا في الأول إنه عايش لمزاجه ونفسه بس ياسمين كانت فاهمة نوايا معتز كويس، وعارفة هو عايز إيه بالظبط. ياسمين كانت طمعانة إنه يتجوزها، خصوصا لما شافت العز والحياة اللي معتز عايش فيها. فحاول معتز مع ياسمين بشتى الطرق، لكن ياسمين كان دايما بتصده، أو بمعنى أوضح يا جماعة كانت بتثبته، لأن كان غرضها إنه يتجوزها وينتشلها من الفقر اللي هي عايشة فيه. فعرض عليها معتز إنه يتجوزها عرفي. في الأول ياسمين رفضت، لكن لما حست إن معتز هيبعد عنها وهيصرف نظر عن إعجابه بيها، اضطرت إنها توافق عشان ما تخسروش. وأول ما اتجوزها معتز اتصدم لما عرف إنها بنت، وقال لها انت ليه ما قلتليش انت ما اتجوزتيش قبل كده او ما عملتيش علاقة قبل كده ليه؟ فردت عليها ياسمين وقالت له ما انت ما سألتنيش. بس بعد فترة من جوازهم معتز زهق ومل، وكان عايز يبعد عنها وينهي العلاقة، لكن ياسمين كانت أنصح منه لأنها حملت منه. وفي الوقت ده أستاذ حسام ابتدى يشك فيهم، لأن كان معتز أغلب الوقت ما بيخرجش خالص طول ما هي موجودة ياسمين معاه. ولما جه معتز يقول لها هديكي مبلغ ونقطع الورقتين وننهي العلاقة، صدمته ياسمين لما قالت له إن هي حامل. فمعتز صعق وجاله حالة من الذهول وما كانش مصدق. فقال لها ازاي احنا مش متفقين ان ما يحصلش حاجة؟ ازاي يحصل حمل؟ مش احنا متفقين؟ قالت له ده اللي حصل ودي إرادة ربنا. فعرض عليها انها تتخلص من اللي في بطنها وهيديها مبلغ كبير جدا، لان قال لها لو ابويا عرف ممكن يحرمني من العز اللي انت شايفاه ده كله ويكتبه لاختي، وكمان ممكن انه يطردني من البيت. وهنا يا جماعة حضر الشيطان ما بين ياسمين ومعتز، لما ابتدت توسوس لمعتز كأنها أفعى رقداء. فقالت له ياسمين واللي يخليك تاخد الورث ده كله وتمتلك كل شيء بس بشرط. قال لها ازاي يعني؟ فقالت له انا عارفه ان ابوك عامل لك توكيل لانه ما بيقدرش يتحرك، فايه رايك نتخلص من ابوك وكده ولا كده؟ هو عنده سرطان وهيموت، وانت هتبيع لنفسك كل شيء. فمعتز في الاول رفض وخاف من الشيطانة اللي اسمها ياسمين دي. والغريبة يا جماعة ان خوفه ما كانش على ابوه، ده خوفه ده كان على انه يتكشف لو حصل حاجة وتخلصوا من ابوه. فالممرضة ياسمين او الشيطانة اللي في صورة انسانة قالت له ما تخافش، انا مرتبة وعاملة حسابي في كل حاجة، بس الشرط الوحيد انك تكتب عليا رسمي عند مأذون عشان اضمن حقي وحق ابني. قال لها طب واختي منى اقول لها ايه يعني لما تسألني عن الورث؟ ردت ياسمين وقالت له قول لها ان صرف اغلب فلوسه على علاج وما فاضلش الا العمارة دي، وانتي عارفة ان العلاج غالي ومكلف جدا. في الوقت ده معتز كان متشتت جدا ومش قادر يفكر ومش عارف يعمل ايه، لكن طمع وجشع وشيطان معتز خلاه يفكر زي الشيطانة اللي اسمها ياسمين بالظبط.
واخيرا استقر معتز على انه يضرب عصفورين بحجر واحد، انه يسيب ياسمين اللي متجوزها عرفي تقتل ابوه وبعدها يقوم جاي قاتلها، وبكده يبقى كسب الورث وفي نفس الوقت كسب حريته. لكن كانت المشكلة اللي بتواجه معتز هو انه هيتخلص منها ازاي من غير ما اي حد يكشفه. فجت فكرة المعتز عشان هو شاطر في الكمبيوتر والنت، فدخل على المواقع ودور على اي عقار ما يبقاش ليه اثر، وبالفعل توصل لعقار وكان عبارة عن بيعمل هبوط في الدورة الدموية بدون ما يسيب اي اثر. واتفق مع ياسمين انها اول ما تتخلص من ابوه هيروحوا عند مأذون ويتجوزها رسمي. وبالفعل تخلصت من ابوه، وهي عشان ممرضة وفاهمة ما ظهرش اي اثر ولا اي شيء. فبعد ما قتلت ابوه قال لها نصبر بس لغاية ما تيجي اختي منى من الكويت وناخد العزا، وبعدين هنعيش مع بعض وهروح لأهلك وهتبقى رسمي قصاد الناس كلها. فجت اخت منى من الكويت بحزن ووجع على ابوها، وطبعا معتز كان بيمثل وعامل دور انه متأثر على ابوه قوي بموت ابوه. فطلع معتز شقته واتفق مع ياسمين انها تجيله بس من غير ما حد ياخد باله او يحس باي حاجة. فلما جاتله شقته اللي هي كانت في الدور اللي فوق شقة ابوه اللي كان هيتجوز فيها، عمل معاها علاقة وكان جايب اكل دليفري، كان حاطط فيه العقار ومرتب كل حاجة. واول ما اكلت ياسمين مفيش 5 دقايق وكانت راحت. فنزل معتز وفصل الكاميرات عشان لما ياخدها في عربيته ويرميها في اي مكان بعيد محدش يكشفه. وبالفعل اخد الممرضة ياسمين بعد ما قتلها في عربيته ورماها في مكان بعيد، ورجع ومحدش خد باله ولا شاف اي حاجة. ولكن عشان مفيش جريمة كاملة يا جماعة، اتضح ان الممرضة ياسمين كانت مسجلة اغلب الحوارات اللي دارت بينهم، وكمان صورت العلاقة معاه مرة، وكانت مخبية الموبايل ده في البيت عندها. فاول ما غابت عن البيت يومين دخلت اختها الصغيرة اوضتها تدور على اي حاجة توصلهم او تعرفهم هي فين. فاختها لقت موبايل غريب كانت مخبياه، فحاولت انها تفتح الموبايل ده لكن الباسورد كان قوي. وجه ابوها واختها راحوا بلغوا الشرطة عن اختفائها. فجت اختها الصغيرة ادت الموبايل اللي لقيته في اوضتها للشرطة. فلما جت الشرطة بتفك باسورد الموبايلها عشان تشوف اي شيء يوصلهم لياسمين، كانت المفاجأة ان الشرطة لقيت تسجيلات بينها وبين معتز. ومش بس كده، وكمان لقيت فيديو علاقة بينهم وبين بعض. فاكتشفت الشرطة كل شيء وراحت قبضت على معتز. وبعد مواجهة بالفيديوهات والتسجيلات اعترف معتز وكشف عن مكانها اللي هو رماها فيه. وفي الأخير يا جماعة اتحكم على معتز بالإعدام بعد ما تسبب في قتل أبوه وتسبب في قتل الممرضة وتسبب في قتل ابنه. وبالمناسبة أخت منى رجعت واستقرت في الكويت وما رجعتش مصر تاني، ودي كانت نهاية الطمع والجشع والمشي الشمال. سواء كانت الممرضة ياسمين اللي طمعت ومات ضميرها الإنساني وشرفها وباعت شرفها وباعت شرف المهنة من أجل المال، ومعتز اللي سلم نفسه وضميره وباع نفسه لشيطانه عشان طمعه وجشعه. والرسالة اللي ممكن نطلع بيها من الجريمة البشعة دي يا جماعة إن الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. واللي بيسلم نفسه لشيطانه نهايته دايما خسران. وفي الأخير ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وأشوفكم القضية الجاية أو القصة الجاية، والسلام عليكم.